أهلا بالشباب. ريب 3 second term geometry. والنهاردة مع الفيديو الرابع وهناخد more exercises about the position of a point circle with the position of a straight line to the circle. اوكي، نبدأ مع بعض حاجات بسيطة. تدريب بسيط. if the radius circle R، يبقى radius بتاع circle R determine the position of point A with respect to the circle M each of the following. نركز كده مع بعض. AM equal 7 R 3.5، يبقى AM هنا أكبر من ال R، يبقى البوينت A يبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ outside the circle. B AM equal R، يبقى A مين يكمل؟ يبقى on the circle. AM equal 2، إيه ده؟ ده radius before، يبقى MA less than radius، يبقى هنا inside the circle. AM equal 0، therefore هنقول ايه يا شباب؟ هنقول ان A lies on the center او lies on the point M، او هي the same coincides with point M. Number 2 XYZ is a triangle. تعال نعمل كده يعني رسم كده بسيط، كروكي كده اهي. X Y Z is a triangle. XY 5، هنا 5، YZ 6، ZX7. معلش دي ايه الرسم يعني، مش حسب اللونج والشورت يعني. طيب تعال determine the position of the point Y و Z لسيركل السنتر بتاع X. يعني هنا في سيركل السنتر بتاعها كام؟ X، الريديوس بكام؟ 5. يبقى احنا كده هنعمل اون نشيل دي كده، بدل السنتر 5، سوري السنتر X وريديوس 5، يبقى لازم تعدي على الواي. فهتبقى كام يا جماعة؟ وهتبقى الزد دي كبيرة، فتعالى نمسحها بقى عشان ما تلخبطش تاني. يبقى هنعمل كده زد هنا، وهنا ده سمول، وهنا ده. يبقى هنا هنقول ادي اكس، اوكي، واي، وهنا زد. ده هنا اكس واي 5، واي زد 6، زد اكس 7. يبقى خلي بالك لو السنتر في اكس يبقى واي ديت، والريديوس ب 5 على فكره، هو قال لي الريديوس بتاعتها ب 5، يبقى واي هتبقى واي اون ذا سيركل. ليه؟ عشان واي اكس هيساوي ريديوس اون سيركل، يعني السيركل لما تيجي تعدي هتعدي الواي هنا. طيب بالنسبه لزد، زد 7، ده هنا كده اكس زد اكبر من الريديوس، يبقى زد هتبقى اوتسايد ذا سيركل. اوكي. نمبر 3 ABCD is a rhombus. AC ب 8، BD ب 6. خلي بالك لو rhombus يبقى diagonal bisect each other، يبقى هنا 4 و4 وهنا 3 و3. Determine the position of point P M C D with respect to a circle radius center A radius 5. يبقى radius هنا ده السنتر والراديوس بتاعها 5. خلي بالك لو الراديوس 5، تعال الأول نستعمل بايثاغورس ده 3 4، يبقى ديت 5 عشان الدياجونال بيربنديكولار ان ذا رومبس. اوكي، يبقى بي هتبقى فين يا جماعه؟ بي هتبقى اون ذا سيركل. ليه؟ عشان ايه بي 5. ما هي هتبقى كده عامله كده السيركل، هتبقى بالشكل ده كده، الراديوس هنا 5. معلش الرسم مش مظبوط قوي. الراديوس السيركل هتبقى حاجه زي كده، الراديوس هنا 5 والراديوس هنا 5 and so on. اوكي. طيب يبقى هنا بي اون ذا سيركل. ام، خلي بالك ام ديت هي مالها؟ ام اي 4 اصغر من راديوس 5، يبقى ام انسايد. طب سي، فين سي؟ ده سي ده ايه ده 8، يبقى السي هتبقى اوتسايد ذا سيركل اكبر من الراديوس اللي هو 5. طب دي، لا دي هتبقى 5 4 3، يبقى ده 5، يبقى دي اون ذا سيركل. يبقى في اتنين اون ذا سيركل اللي هو دي اند البي، عشان دي اي بي 5 واي دي ب 5. السي اوتسايد عشان اي سي ب 8، الام انسايد عشان اي ام ب 4.
next question here. عايزين بقى position of a straight line to a circle. قايل لي هنا MA perpendicular. MA لو equal R يبقى ايه اللي هنسميه ايه؟ tangent. ليه؟ عشان equal radius. M بيساوي radius. MA 3R يعني triple R او 3 times، هيبقى قد الراديوس 3 مرات، يبقى outside the circle. AM 4 over 5R، خلي بالك 4 over 5 اصغر من ال 1، فكده هيبقى اصغر من الراديوس 1 راديوس، يبقى هيبقى سيكانت. اوكي، لو ايكوال ار يبقى تانجنت، لو تريبل الار يبقى هيبقى قد الاور 3 مرات يعني اوتسايد، لو فراكشن less than 1 proper fraction يعني اصغر من ار يبقى سيكانت. نمبر 5 ال ستريت لاين radius ب 7 ام اي perpendicular determine the position of a straight line with respect to ام سي equal 7، يبقى هنا هنقول ام سي ب 7 يبقى حضرتك ده equal radius، يبقى هنا tangent. ام سي equal 9 ده ايه ده اكبر من الراديوس، يبقى هنسميه outside. ام سي equal 5 اصغر من الراديوس هنسميه كلمة ايه؟ secant. secant. اوكي complete. Here a circle M with radius R, a point in the plane AM 2 over 3R. 2 thirds يبقى زين A lies فين؟ خلي بالك أي fraction وأصغر من ال 1 أصغر من radius فهنسمي دوت هتبقى inside the circle. ليه؟ عشان أصغر MA أصغر من radius. ال intersection circle M في إيه؟ يعني السيركل بتقطع ال في إيه؟ معنى كده إن ده tangent، يبقى ال is إيه؟ is tangent. أوكي؟ at مين بقى؟ at point A. The straight line L touch the circle اهو زي كده at point A, then L intersects the circle هتبقى at the point A. اوكي دي the straight line L cuts the circle M at 2 points A و B. اي straight line بيقطع السيركل في 2 point يبقى ده هنسميه ايه؟ هنسميه L intersection circle M at A و B 2 point وحطها في set. ايه الانترسكشن سيرفيس؟ هي بتاع السيرفيس هنا A و B لو قال لي سيركل، لكن لو قال لي سيرفيس يبقى المساحه دي كلها يبقى هي بتاع في لاين سيجمنت AB. The straight line L is outside the circle، يبقى ايه الانترسكشن M؟ طبعا ما فيش فاضي. If a straight line perpendicular to a diameter from of a circle at one of its ends point then it is ايه؟ يعني عندنا سيركل وهنا في diameter AB، في ستريت لاين بيربنديكولار على الستريت لاين من الاند ديت، يبقى لازم الستريت لاين ده هنسميه ايه؟ تانجنت. برافو. A tangent to a circle is نقط the radius of its point of tangency. A tangent to a circle يبقى perpendicular to circle، أي tangent perpendicular radius أو diameter. A straight line L touches circle M، تمام، diameter 10، ما بستعملش الديامتر الراديوس على طول 5، اكتبها كده قدامين. at a point B then L is نقط distant from يعني على مسافة كام؟ 5، عشان ايه؟ هو tangent touch، فيبقى نفس هيساوي R. and the point B is called point of tangency، نقطة التماس، point of tangency. O is a circle diameter 8، ما بستعملش الدايمتر يعني R ب 4. E point on the circle يبقى O E هيساوي الراديوس يبقى 4. A circle M radius R A point in the circle AM 3 over 2، هنا 3 over 2 يعني 1.5، يعني أكبر من الراديوس، يبقى A lies outside the circle. Okay. If the point A lies outside the circle M then MA ده outside يبقى greater R. L intersection السيركل ب 5
then the perpendicular line segment drawn from the center M to the L هيكون the perpendicular L intersection M equals phi. يعني ما بيقطعش السيركل خالص. يعني حضرتك كده ادي السيركل وال اهو بعيد. then the perpendicular line segment يعني المسافة من السنتر لل perpendicular مالها طبعا outside هيبقى greater than M radius 4 A point outside then MA maybe بدل هو outside هيبقى أكبر من الفور يعني ممكن تبقى كام؟ 7. straight line L is 5.5 distant from the center والسيركل الراديوس ب 9. ايه ده 5.5 أصغر من الراديوس أصغر من 9 أصغر من الآر يبقى على طول الستريت لاين هيبقى سيكنت قطع الايه؟ السيركل عشان أصغر من الآر. L is 4 distant from center والدايمتر ب 8 ما بستعملش الدايمتر يبقى radius ب 4 يبقى هنا اللي على مسافة 4 وهو 4 يعني equal radius يبقى ده اسمه ايه؟ هيبقى tangent. If a straight line L is 6 centimeter distant from the center و radius 5 ده أكبر من radius ال 6 دي أكبر من radius دي أكبر من 5 يبقى على طول نقول إن هو outside the circle. M circle diameter 10 ما بستعملش diameter يعني radius 5 A point on the circle يبقى M A لازم يساوي radius equals 5. Okay next question. If the radius of a circle M equal R M A perpendicular L هو A belongs to R M A M double R يبقى على طول هنا double R يعني هتبقى outside عشان أكبر من ال R مرتين outside. If a straight line L is 7 distant from the center of a circle M of diameter 10 ما استعملش الدايمتر يا جماعة الريدس بكام؟ والستريت لاين على مسافة 7 يبقى على طول ده هيبقى ايه؟ outside also. ليه؟ عشان أكبر من الراديوس أكبر من ال 5. Okay next. ABCD is a rhombus side 10 لازم هنا أعمل كده ايه رسم كده ABCD ده rhombus أهو الرhombus عامل زي القايد كده side ب 10 AC 16 يعني ده 16 يبقى خلي بالك ده هيبقى النص يبقى 8 عشان bisect each other. if a circle radius 10 يبقى الرhombus side ب 10 وعملنا circle radius بتاعتها 10 drawn such that the B center ده هنا السنتر then the point دي خلي بالك البوينت دي ده 10 ده 8 يبقى ده 6 فدي كلها هتبقى 12 يبقى دي اكبر من الراديوس يعني 12 اكبر من ال 10 يبقى دي هتبقى فين outside the circle. next tangent يبقى perpendicular عاوز ايه ام بي خلاص سهل ده بلس ده minus 180 equals 32. اي بي تانجنت قبل ما اكمل مين الشاطر هيقول على طول يبقى perpendicular اي ام perpendicular to circle ام measure B equals B وخلي بالك ده isosceles يبقى measure B equals 45 45 here AB tangent اوكي يبقى 90 degree وهنا bisect C midpoint AC equal مين MC measure A equals what B in رجع تاني is a tangent to circle M at B C belongs to circle M such that MC equal AC then the measure of angles A. طيب هنعمل ايه يا شباب هنا ده رايت ده خلي بالك ان ده زي ده
اوكي لازم هعمل جوين لبي سي. نرجع تاني لتانية اعدادي، رايت انجل وده ميديان، يبقى الميديان دوت هاف الهايبوتنس، يعني التلاتة دول قد بعض، يبقى كل انجل ب 60. اوكي، او مش محتاج ده كله، دي هتبقى ب 60 عشان ده ايكولاترال تريانجل، بي سي راديوس قد ام بي راديوس قد ام سي راديوس، يبقى ميجر ايه هتساوي 30. تمام. او واحد تاني يقول ان هنا ده هيساوي نص ده، ممكن من غير كونستراكشن، حل تاني من غير كونستراكشن تاني، ده يساوي ده. سنس ان ام بي هاف ام اي ودي اصلا رايت، يبقى ديت على طول 30 وزود كونستراكشن، ده حل اخر. تعال نشوف هنا، دي ايه تانجنت. اوكي يبقى على طول حفظناها خلاص، كل المسائل على الكلام ده، يبقى دي راديوس. ام دي ايه 35، ام دي ايه دي 35، يبقى دي ام ايه بلس ماينس 180 تطلع 55. اي بي تانجنت، اوكي اي دي ايكوال بي اتش، ده خلي بالك بدل قال لك اي دي ايكوال بي اتش، طب ما ده ام دي بيساوي ام اتش، يبقى ده كده ايسوسيل، يبقى ام ايه هتساوي ام بي. اي بي ب 24. then prove that C is midpoint of AD. C is midpoint. عاوز اثبت ان C midpoint. خلي بالك، تعال نشوف هنعمل ايه. يبقى هنا نراجع تاني على الجيفن بتاعنا، AB tangent AD ده ب 8، ده هنا 8 و 8، هنا 8 وهنا كام 8. BH equal AD equals 8، هنا 24. then prove ان C is ايه is a midpoint زي ما قلنا من شوية، الراديوس قد الراديوس، معنى كده ان ام ايه هيساوي ام بي، يعني ترينجل ده ايسوسيل، يبقى ميجر انجل ايه بيساوي ميجر انجل دي. عاوز اثبت سي فلازم هعمل كونستراكشن، هوصل مين؟ هنوصل ام سي. هنقول ايه يا شباب؟ اعتقد احنا لازم نعمل ايه بقى؟ كونجرانت، هنشوف الكونجرانت، ام ايه ايكوال ام بي، وميجر A equal ميجر B، و MC is a common site، يبقى فعلا هنعمل congruent، وبدل ده هنا كده يبقى ده بايسكت دوت. تاني يبقى هنعمل congruent to triangle AMC، صح؟ أو من غير congruent يا شباب، ما هو ده tangent، يبقى ده perpendicular، وفي الايسوسيل بدل perpendicular يبقى بايسكت على طول. يعني ممكن من غير congruent أعيدها تاني. طبعا ممكن أنا متأسس كويس في الجيومتري، آه، اعرف اعمل ايه، اعرف اعمل كذا بروف لو انا شاطر في الجيومتري. فهنا هنقول اول سنس ان اي بي تانجنت، اي بي تانجنت، خلاص يبقى ده بيربنديكولار. طب ما احنا اتفقنا ان ام دي بيساوي ام اتش بيساوي ار، ده راديوس راديوس، يبقى الجزء كله اذا ام اي كله هيساوي ام بي، يبقى ترينجل ايسوسيل، ايسوسيل وفيه لاين سيجمنت بيربنديكولار، يبقى سي ميد بوينت. كورولاري اوف ايسوسيل ترينجل تاني اعدادي. اوكي طب احنا كنا قايلين دوت هيطلع 8 و 8 و اي بي ب 24، انا محتاج الراديوس عشان اجيب الاريا او اجيب السيركمفرنس، ده بيسك تبقى 12. طب هنا هنعمل بقى، هنضطر نعمل ايكويشن، هنقول ده ار وده ار عشان اجيب الراديوس. هنرجع زي ما قلنا قبل كده، هقول بايثاغورس وابدا اطبق ايه بايثاغورس. هنقول كده ان ار بلس 8 باور 2 هتساوي r باور 2 بلس 12 باور 2 براكتس، يبقى هنا r باور 2 فيرست باور 2 فيرست باي سكند باي 2 يطلع 16r بلس 64، يكون r باور 2 بلس 144.
كنسل R باور 2 مع R باور 2، يبقى 16R ودي 64 ماينس، يبقى 80، ودي ال 16 ديفايدد يبقى R equals 5 سم. يبقى R ب 5. أقدر أجيب بقى الأريا، الأريا باي R باور 2، R باور 2 اللي هي 25 باي 3.40. Next example. AP parallel to AB BAC are two tangent. AB يبقى tangent. تمام. طيب خلي بالك في radius يعني دي 90. أنا بستنتج وأنا قاعد أقرا المسألة أهي. prove that D is the midpoint of BC. اثبت إن دي midpoint of مين؟ BC. طيب هنعمل إيه؟ طبعا هي ديت جاية لسبق لأولها. لو إحنا خدنا آخر سيرم في يونت 2 في التنجنسي، ممكن نحلها بطريقة أسهل من اللي إحنا هنعمل كونجرانت دلوقتي. هعمل كونجرانت لمين؟ للتريانجل ABM والتريانجل ACM. تريانجل ABM و ACM. فين بقى الكونديشن بتاعنا؟ أول حاجة AB equals، ده احنا هنا لسه ما قلناهاش، دي سيرم في آخر سيرم في آخر الإيه؟ في آخر الامتحان. طيب عاوزين نبعد عن الشرط دوت علشان ايه؟ احنا لسه ما خدناش السيرم ده، هندور نجيبها بطريقة تانية. يبقى قلنا هنا ديت هتبقى ده تانجنت وريديوس يبقى رايت وهنا رايت. عاوزين دي از ميد بوينت. دي از ايه؟ ميد بوينت. انا عاوز اثبت ان بي دي ايكوال دي سي. اوكي. هنا ده ريديوس ايكوال ريديوس ده، وده كومن سايد. ناقص اعرف بقى ايه؟ شرط تالت. ولو خدنا ده كومن سايد وده، صح احنا كنا ماشيين صح، انا اسف. ترينجل اي بي ام وترينجل اي سي ام، بس مش هنستعمل اي بي واي سي، هنستعمل ايه؟ اي ام كومن سايد، كومن سايد ده، وعندي ام بي بيساوي ام سي، وهنا ميجر بي ايكوال ميجر سي ايكوال 90. يبقى دولت ايه يا جماعه؟ كونجرانت. هيبقى ايه؟ يعني ده ايسوسيلز، يعني دوت ايسوسيل، يعني اي بي ايكوالز مين؟ اي سي. اوكي. وهعمل بقى هضطر اعمل كونجرنت تاني للمثلثين دول، ان ده قد ده، وهنا ديت 90 وده كومن، يبقى ده بيربنديكولار وبايسكت، يبقى دي ميد بايت. اوكي. يبقى كلها على الكونجرنت. نقول تاني، هنقول تاني. since MA radius و AB tangent therefore measure B 90. MC radius و AC تاني يبقى 90. congruent to triangle ACM ABM. MB equal MC. AM is common side. Measure B equal measure C. Therefore congruent AB equals AC. Okay. طيب in triangle ACD ABD برضه congruent AB equal AC common side. اوكي. وقلنا ايه تاني؟ قلنا كمان ها، ان دوت هيبقى ايه؟ common side، وده قد ده، وطبعا من الكونجرنت الاولاني ان دي بتساوي دي، او هو بايسكت يبقى ده بيربنديكولار غير كونجرنت. بيربنديكولار يبقى يعمل بايسكت هنا، يبقى دي is midpoint of BC. AD ب 32، ده 32. دي ام بكام؟ بكام؟ دي ام ب 18. find the length of BC. BC هيبقى كام؟ and the length of the radius، والراديوس بكام؟ يعني ده كله هيبقى بكام؟ 50. اوكي. ده 32، ده كله هيبقى بكام؟ 50. عاوز اجيب الراديوس، وعاوز اجيب مين؟ ال،
البي سي، وعاوز بي سي. نقرا تاني جيفن اي دي ب 32، ام دي ب 18. يبقى هنعمل ايه هنا يا شباب؟ مين يفكر معانا؟ اعتقد المسألة فيها حاجة missing mistake، هنتأكد منها وارجع لكم تاني ان شاء الله في فيديو جاي اخلص اخر مسألة هنا. اخر مسألة معانا هنا دلوقتي اي بي تانجنت، يبقى هنكمل اي بي تانجنت ام اي هنا perpendicular 4 30. السد اللي قدام الفور هيبقى هاف الهايبوتنس، يبقى ام بي. وعاوز ميجر ام اي بي، ام اي بي تبقى 90. ميجر ام 90 و 30 يبقى دي 60. ام بي هتبقى كام؟ اللينس بتاعها هو طبعا ام بي ده السد اللي قدام السيرت هاف الهايبوتنس يبقى ب 8. اي بي بايثاغورس هيبقى روت ده كده 8، يبقى 8 باور 2 ماينس 4 باور 2، يبقى يطلع 64 ماينس 16 هيطلع روت 48، اللي هي 3. 16 باي 3 4 روت 3، يبقى اي بي 4 روت 3. اوكي. اي دي، اي دي هيبقى ممكن نعمله بإكليديان بقى عشان دي 90. اي دي او ممكن زي ما قلنا ممكن بالاريا كمان، يمينه في شماله رايت، يعني اعمل 4 باي 4 روت 3 على الهايبوتنس تطلع 2 روت 3. ده 2 روت 3. ام دي، ام دي الحته ديت ممكن اجيبها بايثاغورس برضك، هعمل روت 4 باور 2 عشان ده الهايبوتنس عشان دي رايت، ماينس 2 روت 3 باور 2، يعني تبقى 16 ماينس 4 باي 3 12، هيطلع روت 4 يعني هيطلع دوت ب 2. واضح؟ يبقى كده خلصنا حصتنا، وأتمنى أكون أفدتكم على قدر الإمكان، وأشوفكم فيديو جاي إن شاء الله.